اهلا بيكم. واخيرا رسائل نتيجة الاعلان سكن كل المصريين 5. اتكلمنا كتير قوي عن الاعلان ده واتكلمنا عن كل حاجة تخص الاعلان، والنهاردة جايين نتكلم على رسائل النتيجة. وفعلا ابتدت رسائل النتيجة بتاعة الاعلان سكن كل المصريين 5 من اول اليوم الثلاثاء 18 مارس. وخلي بالك هقول لك بقى على تفاصيل الرسائل دي، وهقول لك ايه اللي هيتم بعد الرسائل دي، وهقول لك على حاجات كتير جدا. بس اتمنى تتابعني لغايه اخر دقيقه، معلومات هتفيدك جدا لو انت كنت من المتقدمين في هذا الاعلان او مهتم عموما بشويه الاسكان الاجتماعي. مهم جدا ان انت تعرف المعلومات دي. اول حاجه يا جماعه، رسائل نتيجه الاعلان سكن كل المصريين 5 محدود الدخل ومتوسط الدخل بتبتدي من يوم 18. طب افرض انت ما جاتلكش يوم 18، ممكن تجي لك بعديها، ممكن تجي. طب افرض انت ما جالكش رسائل خالص، لا هنا في لينك ممكن نسيبه لكم في الفيديو ده في الوصف، او على قناتنا على اليوتيوب برضو في الوصف بتاع الفيديو، او على الفيسبوك في الوصف بتاع الفيديو، او حتى على التيك توك هنسيبه لك اللينك ده تخش برقمك القومي وتستعلم على نتيجتك. طب انت بقى عايز تفهم ايه اللي هيتم بعد كده؟ تعالى كده واحده واحده وفاهم. اول حاجه دي اسمها نتيجه مبدئيه. دي مش دي النتيجه النهائيه خالص. ليه دي مش دي النتيجه النهائيه؟ لان دي يا جماعه قبل ان انت تقدم تظلم وتغير هذه النتيجه. قال لك انت دلوقتي ورقك ناقص، قال لك انت ورقك فيه مشكله، قال لك اي نتيجه غير ان انت غير منطبق عليك الشروط، يعني اي حاجه تانية غير حته ان انت مش منطبق عليك الشروط اصلا، دي ممكن تتصلح. كل حاجه ممكن تتصلح الا الحته ايه اللي هي غير منطبق عليك الشروط. ولكن برضو انت ممكن تقدم تظلم وترفع لهم الورق من تاني، وتحاول لو في مشكله عندك في الورق تحاول ايه تصلحها. فاحنا من اول يوم 18 هتبتدي توصل الرسائل للناس. مفيش حد هتوصل له رساله روح ادفع في البريد، خلينا كده ايه نكون صراحه، لا ده انت من اول يوم 18 هتبتدي ايه ورقك ناقص ورقك سليم. طيب انت هنا بقى بعد كده يتم ايه؟ قال لك بعد كده من يوم الحد، من يوم ايه الحد 23 مارس 2025، يعني الحد اللي بعده، يعني بعديها بثلاث ايه ايام. يعني الرسائل كده ممكن تجي لك يوم الثلاث والاربع والخميس والجمعه والسبت، ومن يوم الحد يفتح لك السيستم تاني. ايه ده؟ يعني انت لو كنت في اي مشكله في الورق تقدر ترفع الورق ده كله تاني؟ تقدر ترفع الورق ده كله تاني. تقدر تصلح اي حاجه في الورق؟ تقدر تصلح اي حاجه في الورق. يبقى احنا اول حاجه الرسائل هتبقى موجوده معانا الثلاث اربع ايام اللي جايين. ده بالنسبه. طب انت ما جالكش رساله خالص، ممكن تخش برقمك القومي على اللينك اللي احنا هنقول عليه. طب انت جالك ورقك ناقص، يبقى هنا لازم تعرف ورقك الناقص ده ايه المشكله فيه، او ايه العيب اللي حصل في الورق ده عشان ما يتوافقش عليه. طب تعمل ايه؟ حضرتك بترفع الورقه دي فقط. بترفع ايه الورقه دي فقط. يعني انا دلوقتي هيتفتح لي التظلم، هيقول لي ايه ادخل رقمك القومي، دخلت رقمك القومي، هيقول لك ايه سبب التظلم واكتب بيان كده للحل. مش بتقول له ايه تم ايه عمل كذا كذا كذا، وترفع الايه الورقه اللي كان فيها المشكله في بيان كده صغير بتقدر ان انت ايه تعمله. يبقى كل الناس اللي هي كانت مقدمه، وكل الناس اللي ممكن يجي لها حاجه اللي هي ايه، في ناس يا جماعه هيجي لها خلاص ورقك تمام وفي انتظار الاولويه. ورقك تمام وفي انتظار الاولويه. لكن في ناس ثانيه ايه اللي هي عندها بقى بعض القصور. يعني في واحد مثلا ايصال المرافق مش واضح، ممكن يقول له خلي بالك انت عندك مشكله في ايصال المرافق. في واحد تاني القيد العائلي هو عامله فردي وهم عايزينه عائلي، هيقول له ايه المشكله عندك في القيد العائلي. دي انواع بعض امثله من طبعا المشاكل كتير. طب واحد الاستماره بتاعته مثلا نسي يعلم علامه صح على شقق منخفض الدخل، يقول له لا معلش عندك مشكله في الاستماره. واحد نسي يكتب التاريخ في الاقرار، هيقول له عندك مشكله في الاقرار. كل اللي انا بقوله ده امر سهل جدا جدا، محدش يقلق خالص، محدش يبقى عنده اي مشكله. الموضوع سهل جدا، ولكن يحتاج منك ان انت تاخد الموضوع بجديه. كل الناس اللي كانوا مقدمين معانا في المكتب احنا هنقدم ليهم طبعا خدمات الدعم الفني
الخاص بالموضوع ده، واحنا قلنا لهم ان احنا معاكم لغايه النتيجه ان شاء الله. فاحنا اي حد ان شاء الله مقدم معانا في المكتب هنقدم له خدمات الدعم الفني. كل الناس اللي هي بتتابعني دلوقتي وكل الناس اللي هي تعرف، ركزوا قوي يا جماعه معانا الفتره اللي جايه دي، لان الكلام اللي جاي هيبقى كلام مهم جدا ليكم. وصدقوني الفتره اللي جايه بالنسبه لكل الناس اللي مقدمه، طبعا بالاضافه للاعلان الجديد اللي جاي ده نخلي بالنا منه كلنا، لان الاعلان هيبقى مهم جدا وفيه 400,000 شقه. واحد هنا هيسالني يقول لي طب وازاي يعملوا 400,000 وهو لسه اصلا طارح اعلان اتقدم فيه 700,000 وهم كلهم كانوا 70,000؟ هقول لك هنا بقى تتدخل القياده السياسيه وتدي توجيهاتها. وهنا انا كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، فنخلي بالنا ان بعد العيد هيتم طرح فعلا 400,000 شقه، ولكن هيكون ذو خصائص معينه، والاغلب منهم هيكون شقق الاسكان المتوسط الاغلى شويه. ولكن طبعا نخلي بالنا ان احنا هيبقى في شقق محدود الدخل. طبعا هيبقى في شقق محدود الدخل، ولكن ده حتى الان لما يتم تصريحات ان هو هيبقى هيدوا كل الناس اللي هم قدموا في الاولاني. لا لسه، ده لسه. ولكن اللي يهمنا احنا واللي يفيدنا احنا، اول حاجه بالنسبه للناس المتقدمين، لو ليك فرصه حافظ على هذه الفرصه، كمل ورقك، لان اي سعر اتاخد ب 600,000 مش هيرجع لورا. ممكن يزيد، ممكن يزيد، لكن يرجع لورا الكلام ده ممكن ما يبقاش موجود. فانا عايز كل الناس تركز قوي بقى في الفترة اللي جاية دي، وتخلي بالها معانا، وتخلي بالها مع كل المعلومات اللي هتتقال، ان كان على الاعلان سكن كل المصريين 5 او او الاعلانات القادمة. تمام؟ يبقى انا اتمنى بس عشان خاطر كل الناس، جالك اي نوع من الرسائل اكتبه لي في الوصف، واكتب لي الرساله اللي جات لك وانا هحاول ارد عليك واقول لك تعمل ولكن ان كنت انت ما تعرفش تعمل ممكن تتواصل معانا، وهنسيب رقم التليفون بتاعنا عشان خاطر نقدم لك دعم فني. ممكن حضرتك طبعا احنا معانا من يوم 23 اللي هي مارس لغايه يوم 24 ابريل، لغايه يوم كام؟ 24 ابريل، ان احنا نعمل ان احنا نعمل التظلمات دي. فما حدش يستعجل، ممكن ان شاء الله بعد حتى رمضان نقدم التظلم بتاعنا ويكون معانا الدنيا كلها سهله. وانت لو عندك اي مشكله وحابب تستعين بخدماتنا، طبعا في رسوم صغيره كده لو احنا هنقدم لك دعم فني عن طريق المكتب بتاعنا وتنورنا، او تبعت لنا الورق على الواتس واحنا نعمل لك كل حاجه خاصه بالموضوع ده. ممكن برسوم صغيره ان شاء الله ما تبقاش عبء على حد، لان احنا بيبقى بنخصص فريق عمل بيشتغل، فعشان كده الرسوم دي بتبقى خاصه بفريق العمل الموجود. اتمنى كل الناس اللي هو قدموا في هذا الاعلان واللي عايزين يقدموا في الاعلانات القادمه يتابعونا الفتره اللي جايه، وان شاء الله يا جماعه نجيب لكم كل الجديد وكل المفيد، ونشوفكم دايما على كل خير. شكرا ليكم، والى لقاء كل متابعينا الكرام.